خبرتي مع لعب الاطفال الجزء الاول. طبعا البازلز اللي انتوا شايفينها دي بنجيبها، لكن للاسف الشديد بيكون مصيرها في البيت عندنا يا تحت الكرسي يا ورا الكنبه، وبنلعب بيها مره واحده بس وهي اول ما بنجيبها. طيب احنا دلوقتي في تحدي ازاي ان احنا نحافظ على البازلز دي علشان تأدي وظيفتها في ان هي تقوي ذاكره الطفل، وفي نفس الوقت نبقى فلوسنا ما اترمتش في الارض. كل بازل من دول هيكون ليها الكيس المخصص ليها علشان القطع بتاعتها ما تتلخبطش، وعشان تفضلي محافظه على عدد القطع بتاعتها. ممكن مثلا تجيبي الاكياس بتاعه الثلاجه اللي مش بتتقطع بسهوله قوي، او ممكن الاكياس اللي بتبقى موجوده عند ايكيا. ولو القطع اكبر شويه انا عملت الاختراع ده، بجيب دول اورجانيزرز وبكتب على كل واحده فيهم النوع بتاع اللعبه زي ما انتم شايفين وبحطها، ودي كمان بتساعد ابني في ان هو يبقى عارف كل لعبه مخصص ليها البوكس بتاعها ايه، وكمان بعوده على شكل الحروف علشان خاطر يعرف يقرا، وكمان يحافظ على اللعب بتاعته ويلمها وينظم الدنيا في اخر اللعب. وبكده هنربي ولادنا على المسؤوليه وان هم يحافظوا على حاجتهم، وفي نفس الوقت لعبهم ما تضيعش.